حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. طبعا متعودين مع بعض ان احنا بنعمل لفات جديدة وبنبتكر في اللفات عشان ايه نكون عندنا تنوع كده وما نزهقش. فجبتلكم 3 لفات كده، فيهم افكار، يعني مش تقليديين يعني. شكلهم حلو، بيكون شكلهم ساتر وحلوين قوي. انا هستخدم في كل اللفات نفس الخمار ده قماشته اسمها سوفت ألوى. الخمار ده يعني فيه مميزات حلوة قوي، ان هو قماشة تقيلة شوية، مش بتشف، في نفس الوقت بتكون ثابتة وبتقف لوحدها من غير ما بنحتاج لبندانة. فبجد بيكون لطيف قوي في اللفات. دي اول لفة معانا. اهم حاجة ان احنا في اللفات دي بنخلي المثلث واحنا بنتنيه يكون قصير خالص بحيث يدينا طول كبير للخمار، عشان اللفة دي بتحتاج ان الخمار يكون طويل قوي، لان انا بضطر ارفع منه طبقة لفوق زي ما شفتوا كده. فعشان هنرفعه يدينا من ورا برضو طول، ما يكونش قصير. بص اللفة بقى شكلها بقى جميل ازاي، مدية بقى شكل اللي هو اللوس اللي بتحبوه ده. شكلها جميلة جديدة وطويلة. دي كده كانت اول لفة، ايه رأيكم فيها؟ اللفة اللي بعد كده هي من نفس الطريقة. انا هخليها مثلثة من قدام، يعني حابة تعمليها بالشكل الاولاني اعملي، حابة تعمليها بالشكل ده براحتك، يعني الطريقة اللي انتي حباها. انا خليتها مثلثة عشان تدي برضه شكل لوس كده من قدام، وفي نفس الوقت تبقى عاملة شكل مثلث حلو قوي. الطريقة بقى التانية او اللفة اللي بعدها هي اني برضو بنفس شكل الخمار، يعني اللي هو المثلث، هجيب برضو الخمار لقدام، بس المرة دي بقى هداري الحتة اللي من تحت، وهخلي القطعة اللي احنا رفعناها دي تكون ايه يعني لقدام شوية زي ما انتم ما شايفين كده. هبدأ ارجع بقى طرف كده احطه على الكتف، وطبعا ده هثبته بالدبابيس، والطرف التاني هعمله لقدام كده برضو بشكل مثلث كبير، هيكون شكله كبير وشكله حلو جدا. الطريقة دي بتدي شكل كده لوس كده برضو حلو قوي، عملية شكلها شيك جدا. ايه رأيكم فيها؟ هيبان دلوقتي بقى لما احط الدبابيس هيبان الشكل النهائي. بتحبوا بقى الابتكارات الجديدة من اللفات ولا مش بتحبوها؟ عشان انا بقعد ابتكر كتير كده عشان اطلع لكم لفات جديدة، اتمنى تكون بتعجبكم. بصوا ده شكلها حلو قوي. اللفة الأخيرة بقى هي إني بجيب الخمار برضو بعمله مثلث صغير، لكن المرة دي هاجي من عند الطرف خالص، يعني من آخر طرف الخمار، وهحطه على راسي وابدأ اظبطه من قدام. انا عايزة اقولكوا بقى هو ممكن ما يكونش بيظبط معايا كده وانا بلف، لان انا مش قدامي مراية، انا بشوف من التليفون، وعشان الإضاءة بتكون قدامي فبحس ان انا مش بكون شايفة كويس. يعني زي ما انتوا شايفين مش قادرة ان انا هظبطها كويس قوي. لكن انا هظبطها، يعني هوريكوا بس دلوقتي الطريقة وبعدين هظبطها. ان انا بقى بلفه كده، بجيب الطرف طبعا زي ما شفتوا اللي من ورا وبحطه على راسي، وابدأ بقى الف الطرف التاني على فوق، بتدينا شكل كده تدريجات، وبيكون شكلها حلو كده برضو، فيها حركة لوس برضو من قدام، يعني زي ما انتوا شايفين كده.
تكون برضه شكلها حلو اوي. حابين تسيبوها كده ماشي، حابين ترفعوها على الكتف برضه وتخلوها يعني مرفوعة شوية زي ما هعملها دلوقتي، برضه الطريقة اللي انت تحبوها. ايه رأيكم؟ بكده تكون اللفات خلصت. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، اللفات عجبتكم. متنسوش بقى تكتبولي كومنتات حلوة وتعملي سبسكرايب لو مش مشتركين في القناة. استنوا بقى فيديوهاتي الجديدة. مع السلامة.